بس في مثل بيقول ابقى حيث الموسيقى فالأشرار لا يحبون الغناء. لهيك أنا اجيت لهون وبقيت بهذا المكان الأصيل المحب للموسيقى والغناء، حيث الطيبون والجميلون جدا. الموسيقى مثل الصلاة بتنقي الروح وبتريحها من عذاباتها وتعبها، ونحن بهالوقت أحوج وقت لها فعلا، وخصوصا لما بنكون بلاد هي اللي صدرت الموسيقى الأولى والأبجدية الأولى ورسل المحبة والسلام. يمكن في ناس كتير بتقول إنه حاجة بقى تتغنوا بالماضي والتاريخ وتنسوا الواقع المرير. نحن أكيد ما عم نتغنى بتاريخ ولا عم ننسى واقع نزل دموعنا وجمع السوريين على الوجع للأسف. بس كمان نحن لازم نعرف تاريخنا ونقراه، نعرف مين نحن. ولما بنعرف تاريخنا وبنعرف مين نحن بنقدر نعمر اليوم، بنقدر نمسح دموعنا ودموع غيرنا لحتى بكرة نفرح ويجمعنا الفرح مو الوجع، لحتى نزرع اليوم ونحصد بكرة. بدي اتشكر لجنتكم واتشكر كل فنان مزروع فيكم، روح الفنان المزروعة فيكم. بدي اتشكر كل موسيقي امبارح واليوم وكل انسان فيكم. بدي اتشكر ابن البلد يلي حافظ على لغته واصالته واثاره وتراثه ورقصته واكلته وكل شيء بيخصه وكل تفاصيله السورية العظيمة. بدي اتشكر كل الاهالي اللي شفتهم واللي ما شفتهم وكل السريان هون وبكل انحاء العالم يلي هن اهل الناس. اعضاء لجنة الروح الفنية شكرا كثير. المجلس الملي شكرا كثير. الاباء الكهنة الافاضل بتشكركم من كل قلبي، وبتشكر كمان خليني خص بالذكر نينوس مقصي آحو يلي هو كان سبب التواصل ووصلني لهون لحتى أكون معكم. بتشكر الموجودين وبتشكر كل كلمة حب وكل ابتسامة شفتها من قلب كبير. من شوي صغيرة كان عم يقول لي عبد الأحد إنه يمكن حضرت مهرجانات أكبر بس ما رح يكون في مهرجان إله بصمة بقلبي مثل هذا المهرجان. الحقيقة فعلا أنا فعلا يعني بتوقع إنه القصة أكبر من موضوع فنانة ومهرجان. أنا فعلا بين أهلي وبين ناسي، وما بتوقع تخلص علاقتنا بمهرجان وخلاص، لأنه أنتوا أهلي وأكيد رح نبقى طول العمر إن شاء الله. الكلام بقلبي كتير والمشاعر كتير وفياضة أكثر من كل الحكي. شكري الكبير والعميق لنيافة المطران مار موريس عمسيح. تشرفت كتير بلقائك سيدنا، تعلمت منك كتير، شفتك كيف عم تكون قبل الكل وأخ للكل وصديق للكل، وأنا فعلا تعلمت منك. الله يطول بعمرك. أنا رح أرجع على الشام وبقلبي في عطر جميل جدا بريحة محبتكم الكبيرة، وهي المحبة إن شاء الله دائما بتجمعنا مثل ما جمعنا عالمنا اللي شفناه بشوي بإيد الصبايا ونشيدنا يلي سمعناه مع بعض دائما طول العمر. اسمحوا لي بس اقرا بالسريع، إذا غلطت شوي سامحوا. حنان ساعديني إذا غلطت. وين حنان؟ بارخمور أبون معليو مور موريس أبو حوثو معلش ما حدا يضحك، معلش عم بتعلم، ما حدا يحكي شيء، شجعوني ما كان أبو حوثو
كوني ميعقرب شلومو بريخ رمشو عامو سريويو بناي دبيت زالين قامشنو سحتومو سادي ديكتنو اديوما اعميخو بيمديثو شافرتو تودي الكلخون ليخو بثخو لم حبتكم تمام طلبونو موريو دمحات والله كان مشوي احسن من هلا معلش او شعينو بو اثرو رحيمو ديلان سوريا وتيحي سوريا شكرا مدام سلام. وهلا نبقى مع كلمة راعي الاحتفال نيافة المطران مار موريس مسير. تفضل مشكور. سنبدأ بالتكريم بدون ترتيب من حيث الأسماء. الملفونو نينوس ماروكي. مروان شلم. جوقة مارافرام السورياني. عبد الأحد داوود. مطبعة الرافدين رابي خاتشو. الفونو نينوس ماروكي اللي تعاون معنا كثير مع لجنة الرهن لحتى حضرنا لزيارة الفونيس والثلاث. بتشكره كثير باسم الإدارة. هو حاب اتشكر كل شيء اشتغل معنا من كل الادارات الكنسيه من كل ادارات المؤسسات هن كتار وخاصه السكر لجنه السامر الصالح اداره اخويه مار يعقوب الصيبيني الفوج الكشفي الرابع. اتشكر حضوركم كثير. اتشكر كل المصورين كل القنوات الاعلاميه. اتشكر دي جي باسل جميل. بس اتمنى ما حدا يزعل اذا نسيتوا حدا. واتشكر كل المتبرعين وتودي وبعرف مور. هلا وصلنا لنهاية الفقرات. هلا تبقى مع فقرة التكريم. تفضل من فويسة وبهاء عندها برنامج خاص فيها. نضرب مع الصوتي عمو باسم نزل لي البيت شوي. هو زي سلم عني عليكم ما فيش. لا يا اخي ما في المعلم سيدنا موجود. نيافة الحبر الجليل مار موريس همسيح راعي ابرشاكي للهمم بارك مور سيدي. سيد نائب رئيس المجلس وأمين سر المجلس
والأخوة أعضاء المجلس الملي المحترمين، الآباء الكهنة الأفاضل بارك مور، أحبتنا أعضاء وإدارة جوقة مار أفرام من الحسكة يلي الحقيقة أمتعتونا ودائما إن شاء الله نحن واحد. شكرا لكم. أحبتنا أعضاء إدارات مؤسساتنا التابعة للمجلس القانوني، شكرا لحضوركم وتشجيعكم دائما. الإخوة الحضور مساء الخير. حضوركم الكريم إغناء ومحبة، وطن مثقل بهموم وجريح، ونزيف هجرة وتهجير. ستبقى أجراس كنائسنا تعزف نشيد الأمل. بالمحبة نلتقي دوما ونطفئ الشمعة 27 لتأسيس لجنة الرهى الفنية، فبحناجر من غنوا ألحان أفرامنا وما زالوا يداعبون أوتار قيثارة النور وترا وترا. هنا مسرحنا وبيتنا، وهنا مرقدنا وانبعاثنا، نخط ونحط رحالنا. ربما غابت المسارح والساحات بزخمها المعتاد، وها نحن رهاويون، كلنا رهاويين أكيد مو بس رهاية. بكم ولكم وإليكم نعود دوما بفسحة أمل لحلم طفل وابتسامة شيخ. هنا ملاعب لهونا ومقاعد درسنا وأبواب أقبيتنا وأحلام شبابنا. هنا الوطن، ووطن من غادرنا ورحل بعيدا حاملا، أكيد حمل المآسي، حاملا المآسي والجراح. علّه يعود. دعمكم وتشجيعكم حافز ودافع لاستمرارنا، ومسؤولية نحملها معا للحفاظ على هذا الموروث وصونه وضمان استمراره وإغنائه. يطول الكلام حين نذكر أعمال لجنة الرهى الفنية من مهرجانات وأعمال فنية وموسيقية ومشاركات داخلية وخارجية. مهرجانات 6 مهرجانات للأغنية السوريانية، ربما شوي أكثر اللغة العربية ما بعرف، منذ تأسيسها على مستوى شعبنا في الوطن والمهجر، وكان آخرها مهرجان الأغنية السوريانية السادس صوت الرهى من زالين برعاية قداسة سيدنا البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني عام 2017 أطال الله بعمره، حيث قال، وكنا هنا عنوان المهرجان، قال بل صوت الرهى من نصيبين، هذه نصيبين الجليلة، المدينتين التوأمين في الحضارة والثقافة السوريانية. نعم، الشعوب تعرف من موسيقاها، فإن العمل في حقل الموسيقى السوريانية بالحالة الأكاديمية وبجهود طيبة وصادقة لما تستحقه لرسم الآفاق المستقبلية لعمل لجنة الرهى للحفاظ على الموروث والتراث الموسيقي السرياني وصونه، والذي يمثل جزءا مهما من تراث وطننا العزيز سوريا وثقافتها العريقة، ومحطة مضيئة من التراث الإنساني العالمي، إنما هي مسؤولية وطنية على عاتق الجميع. ترتبط الموسيقى السريانية بالحضارة السورية السريانية القديمة،
ومن كلمة سوريان اشتق اسم سوريا. بعد إذنك سيدنا والأخوة في المجلس، بتكليف من قداسة سيدنا البطريرك مشكور، تم تكليفنا في لجنة طوى طبعا سيدنا بالصورة، والأخوة في المجلس هن على بينة وبتواصل معنا. تم تكليفنا وما بدي نشكر حالنا أنا ملفون جوني ملفون أيوب مشكور بالترجمات السريانية والإنجليزية. تم تكليف من قبل سيدنا البطريرك لجنة طوى الفنية، تم التواصل مع الأمانة السورية للتنمية في دمشق منذ قرابة 4 أشهر، وما زلنا نتواصل معا. فزودنا الأمانة السورية بما يلزم من ملفات ووثائق ومواد فنية وأفلام عن الموسيقات السريانية والطقوس الكنسية وما يرتبط بها من ممارسات لترشيح الموسيقى السريانية على لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو.